السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كيف بقيتوا؟ وليداتكم كلشي لاباس؟ واش مبروكه؟ دابا ان شاء الله حنا في الابواب ديال العيد ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد 2 كيلو ديال الحليوات زوينين، وحده ديال التمر وحده ديال الكاوكاو. دابا باش غادي نبدا معكم بالعجين اللي غادي نخدم بها هاد 2 كيلات. كتجي مرقه، كتجي زوينه رائعه بصراحه. وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى التالي ان شاء الله وغادي تنجح معاكم. يلا ندوزو للمقادير. عندي 500 غرام ديال الفورس ديال الطحين اللين ديال الحلويات، خاص بالحلويات، وعندي 2 قريعات ديال الماء ديال الزهر اللي غادي نخلط بهم. عندي المسكه الحره اللي راني طحناها مع سكر سنيده ومغربلاها 5 دراهم. وعندي 4 ديال الزبده، الاختيار كيبقى لكم النوع اللي بغيتو نتوما. صافي كندوزو. والطريقه ديال الملحه ما غاديش ننساوها البنات، كندير واحد الطريقه ديال الملحه. صافي ناخذ الزبده ديالي باش غادي نرمل هذا، كنديروها مع الفورس ديالنا، كنخدموها مزيان حتى كترمل لنا، حتى كيترمل لنا الخليط. هانتوما عارفين الزبده تكون على حراره المطبخ، ما تكونش عندكم في الثلاجه. هانتوما البنات، وكنزيد معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. هانتوما البنات، ها هو الطحين ديالنا، ها هو تلبس. صافي كناخذ واحد الكميه هذه، حيت اللي بغيتو كتقسموا الكميه اللي غادي تقدكم، كديروا اللوانات. انا هذه غادي نخليها بيضه، وغادي ناخذ واحد شويه اللي باغيه يجيني في اسود. غادي ندير له الكاكاو، غادي نقص هاد شويه، هذا غادي ندير له اللون. صافي وغنخلط هذا الشيء بالزهر. غير على ما تجمع لكم العجينه ديالكم، ما ديروهاش جاريه وما ديروهاش. صافي وكنبداو نخدموا العجين ديالنا بهذا الشكل. ها نتوما البنات، ها نتوما من بعد ما جمعت العجينه ديك الزهر، ها نتوما القوام ديالها كيفاش كيجي. ما خصهاش تجي جاريه وما خصهاش تجي قاصحه. صافي القوام ديالها كيجي على هذا الشكل. غنزيدها واحد شويه ديال الطحين باش تجمع لي العجين ديالي. شوف القوام ديالها كيجي بحال هذا الشكل. نولي معكم باش نصوب العجين. نتوما البنات خدينا ديك الكاكاو ديالنا، غنديروه في واحد الزليفه، غادي نخلطوه مع الزهر باش غادي نعجنوا هاد العجين اللي نقصنا. بسم الله. هانتوما كنبداو نخدموه حتى كيولي لنا سائل. غادي نجمعوا ديك العجين ديالنا. بسم الله. على ما تجمعت لنا العجين ديالنا، صافي كتجي على هذا الشكل. البنات القوام كيجي بحال هكا ديال العجين اللي درتها الكاكاو. البنات نزيد لكم واحد الفكره، الا بغيتو تزيدوا 2 ديال البيض ديال البيض حتى هما كنعجنهم معاها. انا هاد المره ما عنديش البيض، ما درتوش، حتى هو كيجي زوين. هذه هي العجينه المعتمده اللي عندي ديال الحلوى. البنات من بعد ما خرجنا العجينه ديالنا من الثلاجه، ارتحت من بعد ما ارتحت لنا،
كنقسموها هكا. صراحه كتجي غزاله، كتساعدكم حتى على ملي كتكونوا كتخدموا بها. دائما العجينه نوضعوها في بلاستيكه باش كتبقى لنا مزيانه، وكنوضعوها في جنير. صافي كنرشوا طحين باش ما كتلصقناش، وكنبداو نخدموها. بسم الله. صافي كتولي مورقه. كناخذ هذا المرشم دائري قد الفم ديال الكاس، وكنبدا نخدم به دوائر بحال هذا الشكل. بعد ما كملنا الدوائر ديالنا كنزولوهم، كنحيدو هذا العجين الزائد. انتما البنات كيجيو دوائر على هذا الشكل. البنات العجينه اللي كتزولوا الزائده كنحتفظوا بها، كنديروها حتى هي في بلاستيكه وكنعاودوا نخدموا بها حتى هي. صافي البنات، من بعد ما وجدت الكميه اللي غادا نخدم بها هي هادو، صافي كنوضعهم على جنب ونولي نخدم معكم العقده ديال التمر اللي غادي نعمرها في هذا العجين. نتوما البنات غادي ندير لكم واحد الحلوه ديال التمر كتجي غزاله حتى هي بهذا العجين اللي خدمت دابا. عندي هنا 500 غرام ديال التمر معجون، هي نص كيلو. عندي رابعه كنقسمها على جوج ديال الجنجلان، نص رابعه محمر ونص رابعه ديال الكركاع حتى هو محمر ومهرمش على هذا الشكل هكا. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي نص معلقه صغيره ديال القرفه، و5 دراهم ديال المسكه الحره اللي دقيتها مع السكر سنيده، والزهر باش غادي نرش التمر ديالي. وندوزو ان شاء الله للتحضير. صافي البنات كنحلو التمر ديالنا. صافي كنزيد ديك الجنجلان ديالي على التمر والكركاع، وكنبدا نخدمهم بيدي. كنزيد ديك المعلقه ديال الزبده حتى هي باش نخدم كلشي في مره، والقرفه والمسكه نزيد رشيشه ديال الزهر، ثمن 2 معالق كبار. وانا كنخدم ولا كان باقي خصني نزيد غادا نزيد. بانت لي العجينه ديالي شويه باقا قاصحه، غادي نزيد الزهر. زدت 8 ملعقه كبيره. دابا بحال اللي دايره 3 د المعالق البنات. صافي البنات، انا حصلت على القوام اللي كنت باغيه. هانتوما صافي هذه هي العجين ديالي ديال التمر اللي غادي نعمر ديك العجين اللي خدمت معكم البنات. صافي دابا جبنا واحد الطبسيل اللي غادي نبقى نخدم فيه التمر ديالي بحال هذا الشكل. هكا ونحط كنكون بحال اصابع صغار. نتوما والمرشم اللي عندكم ديال الحلوى اللي عندكم مدور غديروه بحال كتكوروا الكفته دويورات.
هذيك غادي نصوبو معكم ان شاء الله في هذه ديال الكاوكاو ان شاء الله. العجينه ديال الكاوكاو نسيرو تقداو حدا البنات. صافي البنات كنستمر بهذه الطريقه تنسالي نولي معاكم البنات. من بعد ما كملت التمر ديالي اصابع بهذا الشكل، كندوز عندي انا هاد المرشم باش كنخدم. هانتوما شوفوا الطريقه. كنجيب وحده من ديك العجين اللي خدمت معاكم، كندير فيها وحده ديال التمر وكنمشي بهذه الطريقه. هانتوما البنات كنخدم التمر ديالي والعجين بهذه الطريقه. هذه تجينا من التحت بحال هكا، بهذه الطريقه. هذه غادي نديروها في المرشم من الفوق هكا، نثبتوها. وكندير المرشم ديالي في الطحين باش ما تلصقناش بحال هكا، وكنفضوه كنقبطوه نبركو عليه باش غادي نخرجوا الحلوه ديالنا. كتجينا بهذا الشكل صافي. وهي كنديروا لها بحال الخدمه ديال الكعبه، كتبات حتى كتنشف، عاد كندخلوها للفران. غادي نزيد معكم واحد الوحده. كناخذوا العجين بهذا الشكل، كل ما رققتوا العجينه من الاحسن باش ما كتجيناش غليظه. هانتوما البنات صافي كتثبتوا العجين على هكا بحال هكا. وانتوما والمرشم اللي عندكم كيبقى اختياري، ديروا نفس العمليه. هانتوما كنديروا ما نساوش نديروه في الطحين باش ما يتسقناش، وكنفضوه. هانتوما بحال هذا الشكل. نزيد معكم هاد الحبه. كنجيبوا العجين ديالنا كنديروا التمر في قلب منها هكا، وكنثبتوا عليه ديك العجين ديالنا بحال هذا الشكل، وكنوضعوه في ديك المرشم. كنوضعوا المرشم ديالنا في الطحين وكنفضوه وكنثبتوه مزيان صافي. ونديروا بحال ما نقيسوش هنا، بحال كنضربوا الشوكه. شوف بهذه الطريقه هذه كنخرجوا العجين ديالنا صافي، وكنزولوها من هذا المرشم. شوفوا كتجي زوينه صافي. نكمل الكميه ديالي ونولي معكم ان شاء الله. العجينه ديالنا كنبيتوها اولا خدمناها في الصباح حتى العشيه حتى كتنشف لنا، عاد كندخلوها للفرن وكنديروها على عافيه مهيله، ما كنحرقوهاش. ومن بعد غادي نزينها بالناباج، وغادي ندير لها الكركاع. والتزيين كيبقى اختياري حيت هي مخدومه بالكركاع. غادي ندير لها الكركاع ونولي معكم ان شاء الله الطبق النهائي. البنات من بعد ما باتت الحلوه ديالي الليله كامله نشفات البنات، انا راني ثقبتها بالموس من الوسط. نوريكم الطريقه هكا باش ملي كنجيو نطيبوها ما كتنفخناش. ها هي كنثقبوها كلها من الوسط بشي سكين صافي، وكندخلوها للفرن على عافيه مهيله. كنقصوا لها من الفوق. هذا الحلوه هذه ما خصهاش تحمر لنا، يلا ذهب وصافي. ونرجع معكم ان شاء الله ملي نطيبها. البنات من بعد ما ساليت العجينه ديال التمر، عاود دزت العجينه ديال الكاوكاو. هذا كاوكاو الحمر حمرته، هذا نص كيلو 500 غرام حمرته وفي الفران ولا في المقله ديال الحرشه، وطحنته في مولينيكس مزيان. هانتوما حتى كيولي لنا حتى هو عجينه. الا مبغاش يتجمع لكم كترشوه بشويه ديال الزيت وكتجمعوه كيولي على هذا الشكل عجين. وكنكونوا هكا، كندير كويرات صغار. غادي نخدموا بنفس العجين اللي خدمت بها التمر. هانتوما كتجي رقيقه حتى هو غادي نعجنوا بنفس ديك العجينه هذيك. هانتوما كنستمر بهذه الطريقه. انا كنطحنوا مع 4 ديال السكر كلاصي
نص كيلو ديال الكاوكاو الاحمر كتطحنوه مع 4 ديال السكر كلاصي. عاد نولي باش نوريكم كيفاش غادي نخدموه. الناس من بعد ما كملت الكميه ديالي ديال الكاوكاو، هانتوما كديروا له بحال كتكوروا الكفته. كنجيب ديك العجين اللي خدمت بها تمر نفسها غادي نخدم بها هذا كاوكاو مطحون ديالي. هذا نص كيلو ديال الكاوكاو الاحمر محمر بقشورو، مطحون بقشورو مع 4 ديال سكر كلاصي. هانتوما البنات ديك العجينه الزائده اللي كتبقى عندنا زايده كنزولوها بالموس. هانتوما صافي كنوضعها هكا. كنجيب واحد المرشم، نخدم بهذا المرشم هذا راه موجود في محلات خاصين بالحلويات. كنديرو في الطحين باش ما كيلصقليش في العجين ديالي صافي. وكنبرك على العجين ديالي هاكي كتجي الحلوه ديال الكاوكاو. مازال ما كملتهاش، عاد ندير لها واحد الوريضات نوريكم. غادي نزيد معكم وحيده. العجينه كتكون عندنا رقيقه، لاص هاد العجينه هذه كتساعد بزاف على الخدمه. صافي هادشي اللي كيبقى عندنا زايد كنزولوه بحال هكا بالموس وكنثبتوها على ديك الكاوكاو بحال هكا. كنزلوها وكنديروا نفس العمليه. كنديروا هذا المرشم في الطحين وكنفضوه. وانتم البنات كتجينا على شكل وريضه بصراحه كتجي زوينه. ونزيد معكم وحده البنات ساهله العجينه، كنتمنى تجربوها بصراحه كتسهل علينا الخدمه. هانتوما كنبقاو نجبدوا العجينه باش ما كتجيناش غليظه كترقق من هنا. هادشي اللي كيجينا زايد راه حنا ما كنرميوهش، كنحتفظوا به حتى هو كنخدموا به. كنجمعو كنديرو فشي بلاستيكه ما كتضيع ما والو. ديريها في الثلاجه، ديريها في المجمد، ومنين تبغي تخدمي بها كتجبديها صافي. غنستمر بنفس العمليه. هانتوما البنات كتجي غزاله. نكمل هاد الكميه اللي عندي هنايا في الطبسيل ونولي معاكم البنات. من بعد ما سالينا الكوارات ديال الكاوكاو ديالنا غادي ندوزو باش نزينو العجين ديالنا. هذه العجينه اللي عجنت معاكم اللي كنت نقصت من العجينه البيضاء درت لها الكاكاو باش غادي ندير بها البيضات. غادي نخدمها هذه نقصناها من نفس العجين. هانتوما شفتوا معايا ملي كنت كنعجنها ودرت لها الكاكاو باش نزينو بها. كنحقوها البنات باش كتجينا الوريضه ديالنا رقيقه. هانتوما انا عندي هذا المرشم هذا وعندي هذا الصغير. هاد العجين المارو اللي درت لها هكا قبل كنكون وريضات بحال هكا كندهنها بالزهر ما زهر وكنزين بها الحلوه ديالي. كنديروا ما زهر باش كيتثبت لنا على العجينه. عندي هذا المرشم هذا صغير كنكون به هاد الوريضات هادو بالعجين الابيض حتى هو كندير له ما زهر وكنثبتو على العجين الكحله بحال هكا باش كتعطيني وريضه. كندير لها ما زهر وكنثبتها على الحلوه ديالي بحال هكا. كنبرك عليها بالاصابع ديالي وكنجيب هاد الوريضه البيضاء حتى هي من نفس العجين اللي خدمت به
الحلوى وكنكونوا ريضات بحال هكا. صافي البنات كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الحلوى ديالي ونولي معكم، حيت الحلوى راه كنخليوها تبات ما كنطيبوهاش ديك الساعه حتى كتنشف عاد كنطيبوها ونولي معكم ان شاء الله. البنات من بعد ما باتت لنا الحلوى ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله بصراحه. دابا غادي ندخلها للفرن من الفوق، نقص لها العافيه ونولي نديرها شويه من التحت. ما خصناش هاد الحلوى ديالنا تجي محمره، كتبقى بيضه هكا. ونزيدكم واحد الفكره البنات، الا بغيتوا العجينه تجيكم بيضه كتاخذوا الملون الابيض غبره وكتزيديه مع العجين باش كيعطيك هاد اللون هكا زوين. وصافي البنات ندخلوا الفرن ان شاء الله، ومنين يطيب غادي نرجع معكم. البنات ها راني غادي نقدم معكم واحد الحليوه غريبه ديال الكاوكاو، كتجي زوينه الكاوكاو بالفيرميسيل. وهذا ندوزو المقادير. عندي هنا نص ربعه ديال الكوك، كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه حيت هو كيهز نص ربعه ديال حبيبات ديال الفيرميسيل، شوكولاط الفيرميسيل. عندي نص كاس ديال سنيده، سكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، 3 د البيضات، خماره حمراء، ورابعه ديال الكاوكاو. حيت فاش كنخدموا نص كيلو كيعطينا كيلو، هذه رابعه غتجينا في نص كيلو. عندي هنا سكر كلاصي سبيسيال، هذا اللي كنخدم به هاد غريبه. وعندي ما زهر. صافي البنات ندوزو ان شاء الله للتحضير. كنجيبوا الكاس ديال مولينيكس، كنديروا فيها 3 د البيضات، كنطلعوهم مزيان مع سكر سنيده. شكرا. دابا عندي 3 البيضات، زدت عليهم ديك نص كاس ديال سنيده. صافي غادي نطربهم مزيان. هانتوما البنات ديك ربعه ديال الكاوكاو كنزيدوا عليها كاس ديال عنبه ديال الكوك، كاس ديال الشكلاط ديال الفيرميسيل ديال العنبه، كنزيد الخماره، 3 رقه ديال الملحه هذيك ضروريه. كنخلط هذا الشيء، كتجي بصراحه غزاله، مذاقها كيجي رائع. اللي بغاها تجيها مكحله يزيد فيها شويه د الكاكاو، معلقه كبيره ولا 2 ديال الكاكاو. انا كنفضلها تجي هكا. صافي كنخوي داك البيض ديالي والزيت اللي طربت. صافي وكنبدا نجمع. انا غادي نزيد الكوك باش يجمع لي العجينه ديالي. ما خصناش نقصحوها، غير القدر اللي غادي باش تجمع لنا في يدينا، حيت الكوك دغيا كينشف. كل ما طالت حنا كنصوبوها هي كتنشف ما بين يدينا. نحاولوا ما نقصحوهاش البنات. صافي نولي معاكم باش نكوروا العجينه ديالنا. البنات جبت سكر كلاصي سبيسيال هذا وما زهر باش غادي ندهن يدي بحال هكا ونبدا كنكور. حتى البنات حتى لكم بدات كتقصح، كتكونوا كويرات هكا، كديروا فوق منها سكر كلاصي حتى وكنبداو كنحطوا في الغريبه ديالنا. نتوما والحجم قداش بغيتوهم. بحال هذا الشكل كنكونوا كويرات صغار متقادين وكنفندوهم في السكر كلاصي.
بحال هكا البنات. صافي حتى كنكمل كميه ديالي ديال غريبه ونولي معاكم باش ندخلها الفرن. كنشعلو الفرن على عافيه مهيله وكندير غريبه ديالي من الفوق حتى كنحس بها طابت، وعاد كردها شويه تحمر لي من التحت صافي وكنزولها ونولي معاكم ان شاء الله البنات. هذه هي غريبه ديالنا فاش كنديروا لها سكر كلاصي وكندخلوها للفران ومنين طيب نولي معاكم ان شاء الله البنات. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نمونطيو الحلوه ديالنا. هذه ديال الكاوكاو بالوريضه وهذه ديال التمر. كنجيب الناباج، غادي نبدا بهذه ديال التمر كندهنوها كلها بالناباج. التزيين كيبقى اختياري. انا عندي هنا الكركاع وكنديروها في كويرطات. الناس كنجيبوا هاد الكويرطات ملي تمشيو تاخذوهم قول لهم يعطيوك كويرطات النيلو ماشي الكاغيط باش كيساعدكم. كنجيبهم حيت غادي ندير فيهم هذيك الحلوه ديالي مدوره. كنبرك عليهم بيدي هكا باش كيساعدوني فاش كندير فيهم الحلوه ديالي. هانتوما كنشكلهم على شكل دائره صافي. غادي ناخذ وحده من هاد الحلوه ديال الورده ندير لها حتى هي الناباج وكنديرها كويرطات. وملي نكمل الحلوه ديالي هذه درتها بالكركاع وهذه درتها بحبيبات ديال الفيرميسيل. وملي نكمل الحلوه ديالي البنات نولي معاكم ان شاء الله البنات. غريبه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله مذاقها رائع البنات. هذه هي الحلوه ديالي ديال العيد. عندي هنايا الحليوه ديال التمر وهذه ديال الكاوكاو وزدت معاهم غريبه اللي بالفيرميسيل والكوك والفقاص. وتبارك الله عليكم البنات، كنتمنى الله تجربوها وتعجبكم وبالصحه والراحه. وما تنساوش اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه باش توصل